رول الفراخ بحشوه جديده مختلفه. عندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ وغسلتها وصفيتها كويس، وبعد كده دقيتها ما بين كيسين تلاجة عشان تبقى مفروده اكتر، وفردتها على كيس حراري بطريقه كده متساويه ما فيش ما بينهم فراغات، وتبلتها بشويه توابل وبهارات هكتبها لكم في صندوق الوصف. وبدات ان انا اثبت عليها التوابل والبهارات عشان اتاكد ان هي اتبلت كويس. وهنا بحضر الحشوه: بطاطسايه متوسطه مسلوقه وبقدونس مجفف مفروم ناعم، وكمان تشكيله من الجبنات، ولو حابين تضيفوا جزر وفلفل الوان مفيش مشكله. هنا بدانا فردنا الحشوه وبنبدا نلف رول الفراخ بتاعنا، وبنغلف الكيس الحراري على رول الفراخ، وبعد كده بننقل الكيس الحراري لورقه زبده كمان عشان نتاكد ان هي مقفوله كويس، ونضيفها في صينيه، ونضيف كمان في الصينيه شويه ميه، وبعد كده هندخلها على فرن سخن. واول ما تطلع بعد التسويه هنبدا ان احنا نضيف على الوش بتاعها جبنه موتزاريلا او صلصه او كاتشب عشان الوش يحمر ويدي لون حلو وطعم حلو. وده كده شكلها